كل الشركات الكبيرة والستارت ابس عندها نفس المشكلة، وهو ان في افكار كتيرة وقوية جدا للذكاء الاصطناعي والاي اي، بس مش لاقيين مهندسين ينفذوها. يا ترى ايه السبب؟ تعالى في الفيديو ده اقول لك بسرعه. في 2025 بقى في طلب كبير جدا على المطورين او الديفلوبرز اللي بيفهموا سوفت وير انجينيرنج مع ادوات الذكاء الاصطناعي او الاي اي. بس المشكله ان معظم الجامعات اللي موجوده في مصر او بره مصر لسه ما غيرتش منهجها بحيث انها تتواكب مع التولز والادوات بتاعه ادوات الذكاء الاصطناعي اللي في 2025 واللي هي بتنزل في السوق. وطبعا لسه بتخرج ناس بتتعلم برمجه بالطريقه القديمه او الديفلوبمنت بالاولد فاشن، وده طبعا بيخلق فجوه كبيره جدا ما بين الطلب في السوق وما بين السكيلز والادوات الفعليه اللي بيملكها السوفت وير انجينير او خريج السوفت وير انجينير. وطبعا النتيجه نسبه البطاله ممكن تبقى اعلى من المعتاد، عشان الشركات بتبقى عايزه تطور برامج معينه فيها انتجريشن ما بين الاي اي تولز وسوفت وير انجينيرنج تولز، وطبعا ده مش متوفر في السوق او مش متوفر بنسبه كبيره ما بين الخريجين الجداد. اللي عايز ينجح دلوقتي لازم يتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي ويبدا يفهم منطق السوفت وير انجينيرنج او الداتا ساينس مع الاي اي وكيفيه استخدامه والانتجريشن ما بينهم، بحيث انك تقدر تطور اسرع وادق واقوى من اي سوفت وير انجينير او مهندس برمجه عادي. الطلب على الاي اي بدا يزيد، فانصحك اتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي مع السوفت وير انجينيرنج او مع الداتا ساينس او حتى مع الداتا اناليسيس. لو عجبك الفيديو تابعني على قناتي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.